السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناة شيوات متنوعة مع إيمان. اليوم إن شاء الله لا فيديو جديد غادي نقدم معكم براونيز كيك. صراحة كيجي رائع، كيجي كيشهي. مكونات اقتصاديين. نخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله على بركة الله. ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. أول حاجة عندي هنايا 150 غرام ديال الشوكولات غادي ندوبو في حمام. بالنسبه للشوكولات من الاحسن ديروا نوعيه جيده باش كتجيكم في المذاق ديال الكيك، كيجي المذاق زوين. صافي هنايا غادي نديرو في حمام مريم حتى كيذوب ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما درت الشوكولات كيذوب ليا، خديت واحد البول درت فيها قبيصه ديال الملحه. عندي واحد 4 البيضات غنديرهم هنا في هذا البول. بسم الله. من بعد ما درت 4 البيضات غنضيف فيهم كاس مع مرش ديال السكر سنيده. وبطبيعه الحال انا كنحرك في المكونات. وهنا ايضا غادا نضيف واحد كيس بنكهه الفانيلا باش كينسم لينا الكيك ديالنا. صافي هنا كنخفق هاد المكونات مزيان حتى كيبيض ليا الخليط. صراحه هاد كيك براونيز راه كيجي رائع، البنات غير يجربوه وان شاء الله راه غيولي معتمد عندكم. صافي هنا بقيت كنخلط في المكونات حتى اندمجوا ليا مع بعضياتهم. وهنا عندي كاس ديال الزبده اللي ذوبته وعطاني كاس. بالنسبه للبنات الا بغيتوا ديروا نص كاس ديال الزيت نص كاس ديال الزبده ممكن. صافي انا هنايا غادي نكبو فوق البيض غير بشويه. وبطبيعه الحال انا كنخلط في المكونات. صافي من بعد غادي نضيف هاد الشوكولات اللي ذوبت. قلت لكم 150 ديال الشوكولات هنا ذوبته في حمام مريم. من الاحسن يكون الشوكولات نوعيه جيده. صافي وكنخلط هاد المكونات. وهنا عندي كيس ديال الكاكاو. صراحه هاد الكيس هذا كيعطينا اللون وكيعطينا حتى المذاق احسن من ديال العبار. صافي كنضيفو هنايا فوق الخليط ديالي. بالنسبه للشوكولاته البنات ملي كندوبوه ما كنضيفوهش هو سخون، نخليوه حتى كيبرد شويه باش ما كيطيبش لينا هذاك البيض. صافي هنا كنحركوا المكونات وغادا نبدا نضيف في الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات انا هنا عبره كاس وربع ديال العنبه هو اللي غيدخل ليا، هو اللي غندخل في هذا الخليط. صافي هنا غنضيف كاس ديال الدقيق العبار كيكون بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للكيك براونيز البنات راه كيبغي يكون شويه ثقيل على الخليط ديال الكيك اللي مولفين كنديرو. صافي هنا كنحرك المكونات وكنضيف 2 خمارات من فئه 8 غرام. وهنا غادا نضيف 4 كاس ديال الدقيق. لا غير ما تكثروش البنات. صافي وكنحرك المكونات. كيف ما قلت لكم راه الخليط كيكون شويه ثقيل. وهنا عندي واحد الكميه ديال الكركاع اللي هرمشته على هذا الشكل وضفت ليه واحد شويه ديال الدقيق غير باش ما كيهبطش ليا في القاع ديال الكيك بحال هكا. وغادا نضيفو على الخليط. صافي هنا غنجيب المول ديالي كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق وغادي نكب فيه الخليط.
بالنسبه للفران انا كندخلها الفران اللي كيكون بارد على 180 درجه بحال الكيك عادي حتى كطيب لينا وكنخرجوها. صافي هنا البراونيز ديالي ها هو طاب، خرجته من الفران تبارك الله راه كيجي مفشفش. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نزوقو، ندير ليه الشوكولات. صافي هنا خديت واحد 2 دراهم ديال الشوكولات وضفت عليهم دانيت ديال الشوكولا وذوبتهم، وغادا نضيفها فوق البراونيز ديالي. صافي كندهن بحال هكا، يعني الزواق راه كيبقى على حسب الرغبه. صراحه راه كتجي زوينه هاد البراونيز، غير جربوه وان شاء الله راه غادي يعجبكم، علاش لا وغيعجب حتى الوليدات. صافي زوقتها بالطريفات ديال الكركاع، وايضا في الجناب حتى هي درت لها الكركاع مهرمش. كيبقى هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بواحد اللايك، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.